يعجبنا الراجل اللي مره يدور فينا. خاصك تكون حنين، ماشي حنين كيخنونا عاود كيميخي. خاصك تكون عندك الشخصيه. من ديما وانا كنهضر كنقول ضروري توقف لبنتي الا غلطات في حقك، ولكن عمري وصلت انني نقول لك خاصك تغوت عليها. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على هذا البلان ديال امتى خاصك تغوت على البنت، وعلاش كاينين البنات اللي كيحماقوا على الرجال اللي كيغوتوا عليهم. خاصك تكون مرجل. علاش البنات كاين واحد النوع تاع البنات الله يهديهم كيبغيو دوك المشرمنين الكلوشار المشرطين، كيقول لها غنفمك امك وكيحس بالرجوله. ومنها غادي نعاود لك على القصه ديالي مع واحد اختنا كنت كنعرفها. نهار تعصبت عليها ولات كتموت عليا. النمره دابا تكون عندي النمره ديالها. النمره وكيف النمره دابا حطي النمره دابا. المهم انت غير كبر الشاشه وتبع الفيديو من الاول حتى الاخر، راك غادي تفهم كلشي. اللي عليك هو تفرض عليا شخصيتك في الكومونتيرات، سواء انتقاد تحفيز ولا اي حاجه زوينه ولا خايبه قولها لينا باش نصلحوها ونزيدو نطوروا من راسنا اكثر. ونبداوها بالقصه ديالي. المهم ملي كنت كنقرا في الليسي تعرفت على واحد البنت، وبيني وبينكم كنت مزعوط فيها، واخا كانت كدير شي تصرفات ماشي هما هادوك، وكنظن هذا هو السبب الحقيقي اللي خلاني نتزعط فيها. مي هي عمرها عرفت هذا الشيء، يعني بالله انا مزعوط فيها. بحال هاد التصرفات اللي كانت كدير مثلا كنتلاقى انا وياها وسط الليسي كنهضروا عادي، وحتى الا ما تلاقيناش كنتهضروا ميساجات. ان فوا كيطيح الليل ما كتبقاش تهضر، كتوصل ل 11 ولا 12 كنعس، حيت هذه هي الوقيته ديالي ديال النعاس. كنفيق الصباح كنلقاها صيفطات ميساج، امتى صيفطاتو الله اعلم، تقول بحال مصاحب مع شي جنيه. وماشي نهار ولا جوج، ومده وهي هكا. وبطبيعه الحال ديما كانت مبرسطاني هاد القضيه، ولكن ما خاصنيش نهضر حيت هذا كيقدر يكون غاتيست. واخا كنت كنزلق شي مرات وكنسولها واش انتي ما كتنعسيش داخله مع 8 وكتصيفطيني ميساج مع 3 الليل، كتبقى غضحك وكتهرب ما كتجاوبنيش. من بعد عاد فهمت باللي بصح هذاك راه غير تيست. المهم بقينا على داك الحال، وواحد النهار دارت لي شي بلان عصبني ديال بصح. شنو هو بالضبط والله خوتي ما عقلت عليه، حيت اش مده هادي دازت. وانت عارف بالله حتى شي تصرف من البنت ما خاصو يعصبك. اي الا دارت ليك شي حاجه ضروري توقف ليها، ولكن باش تعصبك لا. واخا هكاك حنا بشر، تعيا ما تحكم في راسك ضروري غادي تغلط. وهذا الشيء بالضبط النيت اللي وقع لي. تعصبت وبقيت كنغوت عليها. اش هاد التبريش كديريها؟ تشدي معايا الطريق يلا لصق امك مع الحيط، وانا كنهضر معصب لاحظتها بالله هي كضحك، ماشي كضحك ولكن غير كتبسم. هي ياك ما بصح مصاحب مع جنيه. قالت لي صافي واخا ما نعاوش، سالينا الهضره وداز داك النهار. ولكن داك البلان ما بغاش يتنسالي. كيفاش انا كنغوت عليها وهي كتبتسم؟ المفروض حتى هي دير شي ردات فعل، تقلق ولا تعصب مي عجبها الحال وتبقى تضحك، هذه ما توقعتهاش. وكاين فيكم دابا اللي غادي يجي هاد البلان عادي حيتاش ديجا سمعوا ولا شافوا، والعكس كاين اللي بحالي في ديك الوقيته سمع هادشي وتصدم. بحكم حنا الدراري كنتصرفوا بعقلنا، الا غوت عليك شي واحد المفروض ترد عليه، ماشي تبقى ساكت وكضحك. المهم دازت تاني واحد المده، ولكني داك البلان ما نسيتوش كيما قلت. بقيت معاها على القرص باش ان فوا تغلط نجبد البوق ونبقى نغوت. بطبيعه الحال ماشي حيت معصب منها، ولكن بغيت غير نفهم علاش بالضبط ضحكات داك النهار. واش بصح عجبتها ولا ديك الطريقه باش تعصبت هي اللي ضحكاتها؟ وهذا الشيء النيت اللي وقع. واحد النهار درت نتلاقى انا وياها وهي تعطل عليا تقريبا شي ربع ساعه. غير وصلت بقيت كنشوف فيها ومطمر زعما راني معصب. غا باش تسولني ديك مالك، ايوا انا نبدا ليها. وقيلا بغيتيني بصح نهرس لامك دوك الرجلين، باش حتى الا تعطلت عليا غادي نعرف السبب منين جا. اشنو دارت تاني بالضبط؟ داكشي اللي في راسك. بقات تاني كضحك، قالت لي راه غير كان عندي الشغل ديال الدار داكشي علاش تعطلت. قلت ليها واخا وعلاش كضحكي؟ واش قلت شي حاجه كضحك؟ قالت لي لا، ولكن فاش كتعصب كتعجبني. هذه هي الجمله اللي بغيت نسمع، وراه ديجا قلتها لكم في واحد الفيديو. البنت كدير لك لي تيست لجوج ديال الاسباب، يا اما كدير شي حاجه اللي ما كتعجبهاش ولا ما كديرش شي حاجه اللي هي كتعجبها. وفي الحاله ديالنا ما كنتش كندير شي حاجه اللي هي كتعجبها، هي ما كنغوتش عليها. بطبيعه الحال راه فاش كانت كدير شي حاجه راه كنوقف ليها ولا كنعاقبها. بحال كدوز شي سيمانه ما كندويش معاها، يعني هي كانت عارفاني انني راني قادر نغوت عليها غير ما بغيتش. هذا اللي خلاها دير اي حاجه باش تخليني انا نغوت. اختي ظريف بزاف، انا خاصني شي واحد راجل قاصح يدور فيا يسكتني. هو هكاك مبطبط كنشوف فيه تيحشم تيحضر عينيه، راجل هذا
حيتاش هي من داك النوع اللي عزيز عليهم الراجل اللي كيغوت. بصح راه كاين هاد النوع اللي كدير بالعاني المشاكل باش تغوت عليها وتحس بالرجوله ديالك. كاين فيكم دابا اللي غادي يفهم واحد البلان اخر، ولكن انا ما غاديش نقولو، ولكن راه بصح طبيعه الحال كاع البنات عزيز عليهم الدراما والمشاكل باش يخرجوا ديك العلاقه من الروتين. ولكن الغوت ماشي كاع البنات كيتقبلوه. كاين اللي الا غوتتي عليها كتقلق وتوصل كاع حتى اللبكه، يكفي انك تدوي معها عادي كتسمع الهضره واخا هاد النوع قليل. ومن جهه اخرى كاين اللي خاصك دير لهم نفس البلان، تعطلات عليك سير بحالك تجي ما تلقاكش باش تعرفك بلي انت ما مساليش باش تبقى تضيع مع وقتك على الخوال خاوي. بطبيعه الحال هذه ما ديرها الا الا تاكدتي بصح بلا اختنا كديرها بالعاني. مي هاد النوع لا، الا ما غوتيش عليها ما كتبردش ليها الغدايل، حيتاش كيحصروا الرجوله ديال الراجل غير في الغوات. وبيني وبينكم ما بغيتش نعمم ونقول هاد النوع كتير، ولكن ماشي وحده ماشي جوج اللي قالت لي ملي كتعصب كتعجبني. بطبيعه الحال يقدر يكون عندك انت شي راي واحد اخر، ولكن والله خوتي الا كندوي لكم على التجربه ديالي الشخصيه ماشي غير شي واحد سامع وجاي كيعاود داكشي اللي ديجا سمع. وباش ما تمشيش غلط راه ماشي غير اجي وغوت، لا، نفترضوا اول مره تلاقى معها وتعطلات عليك، هنا يكفي انك تسول على السبب اللي خلاها تعطل. من بعد قول لها راه ما عزيزش عليا اللي كيخليني كنتسنى، ما كنتيش مساليه ماشي مشكل قوليها لي ونخليوها حتى المره اخرى، ولكن باش تخليني كنتسنى لا. الا قالت لك شي جواب مقنع صافي ما تقول لها والو، بدل الموضوع حتى الا عاودتها المره الثانيه عاد تهضر. ولا دارتها معاك في الموعد الاخر هنا ضروري خاصك تقصح معاها الهضره، وباش تكملها ما تعطيهاش بزاف د الوقت، دوي معاها شويه وسير غيرها. وبطبيعه الحال المهمات ما كيطبقش عليهم هاد البلان حيتاش هما ما فيهمش داك التبرهيج. الا تعطلت تعرف باللي بصح عندها شي سبب مقنع. المهم هاد الموضوع راه فيه بزاف ما يتقال، الا بغيتو الجزء الثاني قولوها ليا في لي كومونتير. وهذا ما كان الدراري وتهلاو.